السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا رحلة إلى الذات. موضوعنا النهاردة عن الباشن والشغف. خلينا متفقين إننا ما اتولدناش عارفين شغفنا في إيه، لكن بنعيش بمرور الوقت نجرب حاجات حلوة وحاجات مملة وحاجات بتسلينا كده يعني. أكيد ده بيختلف من شخص للتاني، يعني اللي بحبه غير اللي غيري يحبه. كل واحد بيميل لحاجات مختلفة عن التاني لحد ما نلاقي حاجة مش قادرين نستغنى عنها، مش قادرين ابدا نبعد عنها. يبقى اكيد ده شغفنا. اوعى تتخلى عنه ابدا وتمسك بيه واوعى تسيبه، ساعتها هتحس بالنجاح والفخر. واكيد طبعا في مؤثرات خارجية بتساعدنا نشتغل ونثمر ونبذل كل طاقتنا، وده لما بنلاقي حد مؤمن بينا او الاهل بيساعدونا او يدعمونا نفسيا قبل اي شيء. ولازم من وقت للتاني تشحن طاقتك بأكلة حلوة، قعدة حلوة مع صحابك. حاوط نفسك بالناس اللي بتحبك بتشحن وتجدد طاقتك بيهم. ما تخليش ده الأساس في حياتك طبعا، لأن وارد إنك تبعد وتسافر، لازم ساعتها شغفك يتجدد من جواك. أكيد جوانب الحياة متصلة ببعضها البعض، والبيت والعلاقات كل ده كله بيأثر على بعضه، بس ما تخليش ده يأثر على نجاحك ووجودك في الحياة. اثبت نفسك بالأفعال، الأفعال اللي هتقول أنا موجود. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، ولو عجبكم الفيديو ده اعملنا لايك وشير على قناتنا رحلة إلى الذات. مع السلامة.